بات من الواضح أن المغرب يطالب بتأجيل المونديال الأفريقي إلى وقت لاحق بسبب المخاوف من إيصال وباء الإيبولا للبلاد من طرف الأفارقة الذين سيتوافدون بكثرة لتشجيع بلدان في الحدث الرياضي الكبير. ومع أن الحدود لن تكون مراقبة بالكامل بسبب كثرة الرحلات، وزير الشباب والرياضة محمد زين أكد أن المغرب شعب رياضي بامتياز ومحب لكرة القدم حتى الشغف، لكن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار لما يهدد أفريقيا في الآونة الأخيرة. وطالب بتأجيل المونديال الذي سهر المغرب على الظفر بتنظيمه في أرض الأسود، ربما لتقريب الجمهور من فعاليات النهائيات العالمية وإعادة الأمجاد للكرة المغربية. لا ينبغي المغامرة بأحد أهم عوامل نجاح البطولة وهو الحضور الجماهيري كما جاء على لسان محمد زين. نعم، لأن الجمهور هو المحرك الأساس لكل البطولات، والجمهور المغربي من بين أفضل الجماهير في القارة الإفريقية بل والعالمية، والذي لطالما أبدع أجمل اللوحات على المستطيل الأخضر. البطولة الأغلى في القارة الإفريقية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من عدم تنظيمها في المغرب، لأنه بدا جليا تمسكه بتأجيل المونديال، الشيء الذي يرفضه الاتحاد الأفريقي. على أي حال فالمونديال سينظم سواء في المغرب أو غيره من البلدان الأفريقية، لكن يظل الوطن فوق كل اعتبار.